اخوان راه اخر ما كاين شي حاجه سميتها التجسس. راه ما يمكن تشوفوا معايا هذا الفيديو، راه ما غتخش لك العقل. واسمع، قال كي الا بغيتي تكريو شي طوموبيل ردوا بالكم من هذه القضيه، راه هادشي خطير وفريمون خطير هاد وتفرج. الطوموبيل ديال اللوكاسيون وقع لي معاه واحد الموقف وبغيت نشاركو معاكم. ناوي ان شاء الله في هاد الليله هادي بكري شي شويه ان شاء الله غادي نخرج، وانا جالس كنقلب فيها يعني كنفيريفي عادي بوحدي من بعد ما خديتها من اللوكاسيون غادي نلقى واحد الحاجه اللي استفزاتني ديال بصح، واللي حتى نتوما ولا اي واحد غادي تستفزو ما غاديش يعجبو الحال، وهو واحد الميكرو اللي لقيتو مخبي هنا. ها هو والله الا ما يكره هو. ها هو الاخوان، ماشي. ميكرو. والله الا ما يكره ومانستالي وسكوتش تيسالي الفيديو نقول لك شنو كاين. ملصق بطريقه خشي لتحت باش ما يبانش تحت من الفولون. صار عينو. واحد المنظر اللي صراحه قبيح بزاف، ما حتى حد ما يقبل هادشي، انه تكون هادشي يعني خصوصيه وتحط هادشي في الطوموبيل. هانتوما طوموبيل واحد غادي هو وعائلته هو ومراته، كل واحد حر في راسو انه يجبد اي هضره بغاها، في الاخير يلقى ميكرو، يلقى واحد اخر اللي يمكن هو عنده فونتازم ولا مريض بشي حاجه ولا شاد داك الشوكاس كيسوفي. صراحه موقف التحد ما غادي نبغي ليه. وهذا الفيديو هذا بغيتو يبقى من كدليل على حسب السيد اللي خديتها من عنده ان شاء الله، باش هكا نشوف كيفاش غادي نطبق معاه المساله القانونيه. وفيديو عاود الناس اللي هما كياخذوا الطوموبيلات ديال اللوكاسيون، ردوا البال ديالكم، ردوا بالكم من هذا الشيء اللي كيوقع. راه ما يمكنش يا صاحبي. المهم مهما انه كاين ميكروفون، شنو خصو يكون؟ غتكون كاميرا.